السلام عليكم حبايبنا عاملين ايه؟ أحلى شوية بتنجان بالخلطة ممكن تاكله في حياتك. طبعا حاجة سهلة بس اللي هياكله منك مرة هيطلبه منك على طول. نبدأ بسم الله. هتجيب 4 5 فصوص توم، نص طماطماية، بتنجانة، هتجيب قرن فلفل، نص ليمونة، قرنين 3 4 شطة ميهمكش. تبدأ تقشر البتنجانة، تشيل القشر الخارجي كله. بعدين تقطع البتنجانة هتقطعها بالنص، وبعدين تبدأ تقطعها شرايح. لا تقطع الشرايح رفيعة ولا تقطعها تخينة أوي. تبدأ تقطعها سمك متوسط بحيث إنها يبقى فيها لحم وفي نفس الوقت ما تتحرقش معاك. تعرف تاكلها وتقدر تشرب الخلطة منك، هتحس بمتعة جميلة جدا. تيجي عند آخر حتتين من اليمين ومن الشمال تقطعهم فتحتين كده بحيث إنها تستوي معاك بسهولة. تعمل باقي نص البتنجانة بنفس الطريقة. وبعدين نيجي لبطل الليلة معانا، الهون ده أهم حاجة دلوقتي في الخلطة بتاعتنا. هتجيب تحط فيه التوم، وبعدين تحط فيه شوية ملح بحيث إن التوم وأنت بتدقه ما يهربش منك. الملح بيثبته شوية في قعر الهون. وبعدين هتبدأ تضرب التوم تضربه كويس جدا. تمام. وبعدين تجيب الفلفل تقطعه قطع صغيرة وتحطه مع التوم وتضربهم مع بعض بحيث إن الفلفل يعني يدوب شوية مع التوم. تمام. وبعد ما تعمل الفلفل هتحط شوية شطة، وكل ده تضربه مع بعض. والشطة بقى لو أنت بتحب الشطة اسمع كلامي، حط شطة كتير، الشطة أجمل حاجة في الخلطة بتاعت النهاردة. بعد ما ينعموا مع بعض هتجيب الليمونة تقطعها نصين وتشيل البذر منها وتبدأ تعصرها على الخلطة بتاعتنا. وتجيب الطماطم تحطها برضو وتبدأ تخلط الكل سوا وتهرس الطماطم شوية بحيث إنها تبقى عندك خلطة جميلة جدا وفيها ميتها وفيها كل حاجة. تجيب شوية خل، هتحط يعني زي نص معلقة خل صغيرة. وتحط شوية زيت زيتون لو ما عندكش مش مشكلة، بس لو موجود بيدي البتنجان لمعة جميلة جدا. تبدأ تحط شوية ملح تاني بحيث إن أنت تظبط كمية الملح المناسبة. هتحط شوية توابل من عندك، شوية فلفل، شوية كمون، شوية كزبرة ناشفة لو موجودة. تبدأ تخلطهم مع بعض عشان يتجانسوا. والناحية التانية هتكون طبعا بتقلي البتنجان، اقليه قلي متوسط لا يتحرق ولا يطلع ني. وتبدأ تحط الخلطة عليه. تخلص الخلطة كلها تحطها فوق. توزع الخلطة كويس على كل حتة في البتنجان بحيث إن أنت ما تفيش حتة تاكلها غير لما يكون فيها خلطة. هتاكل أحلى طبق بتنجان مقلي بالخلطة. صدقني هيطلب منك على طول. شوف الجمال، شوف الجمال والروعة. بسم الله ما شاء الله.